وشعرك داير كي الشطابه وشعرك كرد فين مكبره الموضوع، راه هذاك غير الشعر. لا، هنا ماشي غير الشعر. معكم خديجه معروفه بدوجه، وهذه هي القصه ديالي. كأي بنت باقا صغيره كتكون متعلقه بالشعر، كتبقاي كتشوفي كيفاش داير، كتبقى كتلاحظ في شكلك كامل. وانا صغيره كنت كنشوف راسي وكان ديما كنطيح في المقارنه، كنبقى كنشوف راسي وكنشوف البنات الاخرين. وخاصه انا صغيره اكثر حاجه كنت كنكونسوميها هي الميكيات مثلا، ولا مثلا غير المونيكات اللي كيكونوا عندي ولا هذا. كنقول اجي علاش دابا انا دايره بحال هكا، وديك اللي في الاميره اللي كاينه في ديزني ما دايراش بحال هكا وشعرها رطيطوب وزوين، وانا لا ماشي شعري هكا كليس. ولا غير المونيكات، باش كنمشي كنختار شي مونيكا كنختار هذيك اللي شعرها زوين باش نبقى نمشط ليها فيه، حيت بحال شي حاجه انا ما فياش، شي حاجه انا ناقصاني، وكنحاول نقلب عليها في واحد العالم واحد اخر. وحتى باش كنشوف مثلا كنحس داك الافضل اكزامبل ديال البنت هي ديك البنيته اللي شعرها اللي كيكون رطب. وهذا الشيء اللي كنهضر عليه وانا فعلا باقا صغيره، يعني غادي نكون باقا في الابتدائي وانا هاد الافكار في راسي، لدرجه انني باش كنت صغيره كنت كنحس براسي كنوقف قدام المرايه كنقول كون غير كان شعري ليس كنت غادي نكون كنبان زوينه اكثر. وكنتي ضروري ما كتسمعي ديك الهضره ديال وشعرك داير كي الشطابه وشعرك كرد وهذا. دوزت صغري كامل انا غير كنجمعو، حيت ما كنقدرش نطلقو، حيت الا طلقتو كيتنفخ، والا تنفخ غادي نسمع الهضره والحاجه اللي ما كنقدرش نتحملها. واحد المره باقا نعقل كنت مشيت كان عندي واحد ليفينمون، مشيت وليست شعري، وما يجيو عندي البنات في المدرسه وهذا واو هاد زيانيتي ناري الا ديك الحاله فاك بلا ما ترجعي لداك الشعر وهكا وليتي احسن. وفي نفس الوقت في الداخل ديالي يمكن الهضره اللي كانت كتدور في الداخل ديالي وفي راسي كانت كتضرني اكثر من اللي نقدر نسمعها من عند الناس، حيت انا مقتنعه باللي راه شعري خايب. وهذا الشيء كان بصح كيضر بزاف من الداخل، وخاصه باش كيقارنك شي واحد مع شي واحد اخر غير حيت هو شعره رطب. اكيد تعقدت حيت انا باش كنقول لك باللي الامنيه ديالي والطلب ديالي كان ديال الله هو يتبدل شكلي، يعني انا ما تقبلاش راسي كيف ما انا. راه كانت الثقه في النفس كامله مرونه، ما كانتش هي هذيك، حيت راسي غير شعرنا فوق راسنا ولا غير جزء منا، ولكن راه الا بغيتي راسك يا اما تبغي راسك كامل يا اما ما تبغيش راسك كاع. ما يمكنش نكون كنبغي شي فيا وشي ما نبغيش، يعني داك الشيء بحال بدا كيتاكومولا. وليت كنحس براسي الا بغيت نثق في راسي ونبغي راسي خصني نبدل من راسي. وهذه هي المرحله اللي كانت خايبه، خصوصا في السن ديال المراهقه. وليت كنقول وليت كنشوف راسي كامله ماشي هي هذيك، وكنقول واقيلا خصني نتبدل، واقيلا خصني نبدل من الشكل ديالي، واقيلا لا درت هذه غادي نرضي الناس. وهذيك الفتره كانت صعيبه بزاف، حيت صافي ما بقيتش عارفه، وصلت لواحد الحاله انني ما بقيتش عارفه كيفاش نتعامل معايا، ما بقيتش عارفه كيفاش نجلس معايا. كنحس براسي غريبه عليا، ما حيت ما راضياش بالشكل ديالي. عقلت باللي باش كنت في واحد العام قبل ما نتقبل الطبيعه ديال شعري، جات عندي واحد البنت وبغات تقادو ليا، قادات ليا وكلات ليا شهرين، نعست فقت عاد غادي نشوف النتيجه. مع كنحل داك الدره كنحيدها كيبان ليا شعري دابا الا دويت بالعين ديالي ديال دابا غادي نقول كان زوين، ولكن ديك الساعه تخلعت. هو راه كان زوين ولكن انا ما مولفاش داكشي، ما بقى فيا الحال دابا بزاف، حيت ما عطيتش الوقت لراسي باش نشوفه. غير شفتو بانوا لي دوك لي بوكل، قلت انا هادشي ما مولفاش نشوفه، ما عمرني ما شفت شي واحد بحال هكا وانا نمشطو. ما عطيتش راسي حتى الوقت باش نفكر نكتشف. ما عشتو ما وقفت قدام المرايه وانا نقول لا هادشي ما نقدرش، اش غادي يقولوا عليا الناس. اول حاجه فكرت فيها هي الاخر شنو غادي يقول عليا، واش نمشي للمدرسه بحال هكا ما يمكنش وانا نمشطو. وهذيك كانت خايبه بزاف، حيت ما عطيتش راسي الوقت نشوف راسي واش بغيتني هكا قد ما فكرت في شنو غادي يقولوا عليا الناس. نهار فهمت باللي شي حاجه فيا ناقصه، حسيت باللي نستحق نكون انا كيف ما انا ونبغيني كيف ما انا. وهنا بديت كنتسائل كنقول اجي نعاود من الاول، اجي نبدا من الاول، اجي نتعلم نبغي راسي، اجي نتعلم نكون انانيت. القوه ديالي وقتاش كانت هو النهار اللي دوجت وانا نقول مع راسي اجي كيفاش كانت قادت لي ديك البنت الشعر، قلت اجي ندير نفس الحاجه. درت داكشي، نضت في الصباح وقفت قدام المرايه، حليت شعري
بان لي بوكلي خرجت، ما فكرتش. هنا حسيت بالقوه، حيت حسيت هذه بالضبط كندرس من مور عام. من مور عام تبدلت بشكل كامل، ان كيفاش ديك البنت اللي حلات شعرها وشافت وفكرات في الناس شنو غادي يفكروا فيها، اليوم حلات شعرها وخرجات. مشيت قريت، ما عنديش الاشكال. سمعت الهضره، شكون داف ديك الهضره؟ الهضره دخلات وخرجات لدرجه انني ما عقلتش عليها، حيت انا في الداخل ديالي فهمت باللي راه منين غادي تطيح غادي تلقى الله وراسك. يعني الناس ما عندهمش الحق يحكموا ولا يهضروا عليك. هنا فين تعلمت باللي كل ما عطيت لراسي وقت وكل ما كونساكريت ليا وقت، كل ما راه ما كيتسماش مضياع هذا الوقت. ومن هنايا من شعري اللي بدا كيتبدل وليت كنحس به اكثر صحي، نفسيتي بدات تتقاد والحب ديالي راسي بدا كيتقاد. راه ماشي كنبغي شعري اكثر مني ولا كنبغي فيا غير الشعر، ولكن بطريقه او باخرى العنايه ديالي بشعري خلاتني نفهم حوايج اخرين عليا انا. ومنين هاد الحوايج فهمت باللي اي حاجه اللي بغيناها تكون زوينه في هاد الدنيا خصها الصبر، الكونسونطراسيون وشويه ديال المجهود والخدمه وبزاف ديال الحب.